رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد. في شهر اختصه الله بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر أنزل فيه أعظم كتاب يهدي التي هي أقوم. نعيش معكم لحظات نورانية نتأمل فيها فضل القرآن الكريم، كتاب أنزله الله تعالى شفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين ودستورا للحياة. مرحبا بكم في برنامجكم تأملات رمضانية 4. ضيفنا لهذا اليوم شخص تعلق بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا. نرحب بالفاضل عمر بن علي السليماني، طالب في جامعة السلطان قابوس بكلية العلوم. أهلا وسهلا أستاذ عمر. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، شرفت بوجودي معك. أستاذ عمر، كيف نربط حياتنا اليومية بالقرآن الكريم؟ نربط حياتنا بالقرآن الكريم بأن نجعلها مرجعا دائما في أفكارنا وسلوكنا، لا مجرد تلاوة عابرة. بتدبر آية مثلا نتلو آيات في الصدق نتعامل بها في تعاملاتنا ونلتزم بها، وآيات في الصبر فنستحضرها في الشدائد. وكما يجب علينا أيضا تخصيص وقت يومي لتلاوة القرآن الكريم لو كان قصيرا، فقليل دائم خير من كثير منقطع. ونربط حياتنا بالقرآن الكريم باستحضار بعض الآيات ودلالاتها ومعانيها، وذلك لتعظيم القرآن الكريم. فعلى سبيل المثال عند الاستيقاظ في الصباح نبدأ بالتسبيح لقوله تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا، فنستحضر أذكار الصباح والمساء. ونربط القرآن الكريم في كل عمل نعمله، وذلك بالبسملة الشريفة. فقبل أن نبدأ أي عمل في حياتنا نبدأ بالبسملة، على سبيل المثال في الأكل والملبس والشرب والسفر والوضوء. وأيضا نربطه باستحضار أسماء الله الحسنى في الذكر لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه العليا، بأن أقول: يا الله يا رب يا ذا الجلال والإكرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام. لذلك يجب علينا أن نحيي بيوتنا بالتلاوة والسماع، ونربي أبناءنا على حب القرآن الكريم، وليصبح أسلوب حياة يوجه أفعالنا ويهذب أخلاقنا. فعندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن. أهلا بكم أحبتي، نقترب من نور كتاب الله وأثره في يومنا. اليوم نود أن نسمع منكم ومن تلاواتكم من كتاب الله، وتوجد معنا هدايا لمن يشارك معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موسم رزاق الكريم. From where? بنغلاديش. يريد يقرأ القرآن؟ إن شاء الله. سورة فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. طوبى للعبد إذا اغتنما. شكرا. عفوا مولاه بما التزما. تفضل. العفو. عدنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين. في هذه اللحظة نطلب من ضيفنا العزيز أن يتلو علينا شيئا من القرآن الكريم. سأتلو عليكم بعض من آيات سورة الحشر في أسماء الله الحسنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله، تلاوة جميلة وطيبة. بارك الله فيك أستاذ عمر. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا الكريم، وإلى لقاء آخر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.